امبارح نزل الإعلان الرسمي لفيلم أسد بطولة النجم محمد رمضان وإخراج المخرج العالمي الأستاذ محمد دياب. والحقيقة أنا اتحمست جدا أول ما شفت إعلان الفيلم. الفيلم مبهر على جميع المستويات. ظهر في الإعلان بطلة الفيلم الممثلة رزان الجمال، وكمان ظهر النجم علي قاسم، النجم الكبير الفنان ماجد الكدواني، والممثل الكبير عمرو القاضي. وأعتقد كده إن الفنان علي قاسم هيكون هو اللي بيقوم بدور الفيلن اللي قدام محمد رمضان، ورزان جمال هتكون هي البطلة اللي قدام محمد رمضان. الفيلم ده أنا باوعدكم إن أنتم هتشوفوا فيلم مختلف جدًا، جدًا، بمستوى فني عالمي. الفيلم اتصوّر في كذا محافظة، الديكورات والlocations مختلفة، أول مرّة هتشوفوها. على مستوى الموسيقى التصويرية والتصوير والديكورات، برضه هتشوفوا حاجة مختلفة جدًا، جدًا، جدًا. الفيلم ده هيكون ببصمة المخرج الكبير الأستاذ محمد دياب، وأعتقد إن النجم الكبير محمد رمضان سلِّم نفسه في الفيلم ده تمامًا للمخرج محمد دياب، عشان محمد رمضان بيطمح إن هو يروح بالفيلم ده لمهرجانات عالمية زي ما عمل قبل كده المخرج الكبير محمد دياب لمّا راح بأفلامه اللي فاتت في مهرجانات زي مهرجان كان من خلال فيلم اشتباك. فمتحمس جدًا للفيلم، متوقع جدًا إن الفيلم ده هيكون حاجة مختلفة عن كل أفلام محمد رمضان اللي فاتت، وهيحقق إيرادات كبيرة جدًا، جدًا في السينما.